يمكن أكثرنا اللي يسمع عن الإمارات يفكر بدبي، فاليوم حابة أعرفكم على أبو ظبي. خلينا ناخذ جولة سريعة. أبو ظبي معناتها أبو الغزال، وأكو هواية قصص شلون الاسم صار، وهاي واحدة منهم. صيادين من بني ياس يمشون بالصحراء يدورون على المياه للصيد، فشافوا آثار الظبي اللي هو الغزال. قرروا يمشون وراء آثار الظبي لحد ما وصلوا المنطقة كلها مياه وشبه جزيرة اللي هي اليوم أبو ظبي. أبو ظبي العاصمة، وهمنا يسموها جزيرة أبو ظبي، هي أكبر مدينة بالإمارات، وداخلها 7 جزر، فوين ما تروحون تلاقون مي وبحر. بما أنه أبو ظبي هي أصلا كلها مي، فالصيد والسمك مالتها هواية. فإحنا هسه وين حزر وين؟ لا، أنا مو بالقصر ولا بباب الحارة، أنا بسوق السمك. يعني يقولوا دا اشتم ريحة سمك، أكو ريحة سمك؟ ماكو ريحة سمك أنظف من ريحة صابون. وبعد ما تشترون الوجبة تروحون تنطوها، يطبخوا لكم إياها، يا يشووها يا يقلوها. هاي can we grill this please؟ موسم الصيف لن أنصحكم أن تأتون لهذه البلاد لأنه تشمط شمط. الشيء اللي لفت نظري هو المعمار والبنايات الحديثة. مكاناتي المفضلة اللي أعشقها بأبو ظبي هو مسجد الشيخ زايد الكبير وقصر الإمارات. حالياً إحنا بصحراء قريبة عن أبو ظبي 60 كيلومتر. إلى الجمال. احنا هسه حاليا بصحراء بأبو ظبي، المكان اللي هو صدق يعني يمثل الإمارات، أصول الإمارات، الناس البدوية الأصلية من الإمارات. وبعد غروب الشمس نزلنا لهالمكان على مود نكمل السهرة. Tu parlais conversation with you. Ça va bien et toi? Moi aussi. Oui, alhamdulillah. Allah. اللي ما يجي للصحراء بالإمارات ما ينحسب إجا للإمارات. بعد ما الكل راحوا قررنا نبات بالصحراء اليوم بهالعزبة. خففوا الإضاءة وعشنا على ضوء القمر. وعلى العشاء ضيفونا أهل الإمارات أحلى مكبوس دجاج. وهسه دنيا ليل، يعني لازم ننام. هاي الشمس تفرض نفسها ورا كل ليلة ظلمة.
تبلغنا ببداية فصل جديد من فصول حياتنا. لحظة، سووا سبسكرايب.